اهلا بيكم في حلقه جديده من The Story of You. حلقه النهارده الحقيقه يمكن بتتكلم عن اكتر قصه نجاح انا بنحاز ليها، هي طبعا الومن امباورمنت. معانا قصه نجاح مختلفه. جيسي رضوان هتحكي لنا عليها. جيسي رضوان CEO and founder لكاريرها. عامله ايه؟ هلا وسهلا. اهلا بيكي. احكي لنا بقى ايه موضوع كاريرها من البدايه. هي جت اصلا من personal experience ليكي، ايه اللي حصل؟ انا موضوعي ابتدى زي ام مصريه، اي ام مصريه. اللي حصل ان انا لما جيت خلفت لقيت ان انا عايزه ارجع الشغل تاني. فجيت ارجع الشغل لقيت ان فكره ان انا ارجع شغلانه فول تايم وفي نفس الوقت اقعد مع بنتي دي شبه مستحيل. قدر ان انا كنت هبقى بشتغل وارجع الساعه 7 او 8 وما اعرفش اقعد مع بنتي، يا اما هقعد في البيت وهضيع الكارير بتاعي وهضطر اقع في الحته اللي الناس كتير قوي بتقع فيها، ان هم بيضطروا يختاروا ما بين البيت او الشغل. فابتديت الموضوع بجروب اسمه هاير سوبر ماما. الجروب ده عليه دلوقتي اكتر من 40,000 ست. ابتدى ان انا ابتديت احكي يا جماعه انا مريت بازمه، ان انا بحاول ادور على شغل فلكسبل بس مش لاقيه، عايزه شغل من البيت، عايزه شغل يبقى بارت تايم يناسب ظروفي كأم. ولقيت ان المشكله دي مش بس عندي، عند امهات كتيره قوي. والجروب لقينا عليه تفاعل قوي قوي. وان ده كان اول جروب خالص اللي هو هاير سوبر ماما. وبعدها بقى ابتدينا نحاول نحل المشكله دي ونتكلم، ولقينا ان مش بس الامهات بيمروا بالظروف دي، الستات عامه. من اول بالذات احنا في الوسط الشرقي الستات بيبقى عليها الاكسبكتيشن ان هي المفروض البيت عليها فولي من اول، حتى لو هي مش الطبيخ، الغسيل، النظافه، العيال، ان في الاكسبكتيشن ده. وات ذا سيم تايم بقت بتشتغل زيها زي الراجل. فبقت هي بتنزل تشتغل وبتاخد بالها من البيت، حتى لو عندها كمان سبورت في البيت من اهلها او حد يساعدها، بيبقى برضو محتاجه، بتبقى يعني عندها overwhelming of ان هي مش عارفه توفق ما بين صح. البيت والشغل. فلقينا ان الستات من ساعه ما بتتخرج تبقى ماتشور وومن، بتيجي تتخرج وتلاقي نفسها وانس ان هي تبتدي تفكر في خطوبه، جواز، خلفه، عيال، تدخل حتى في طلاق. كل الحاجات دي بتبقى بتمر باكسبيرينس، بتبقى محتاجه مرونه في حياتها اكتر بسبب حياتها الشخصيه عليها ضغوطات اعلى بكتير من الراجل. انت ابتديتي بقى امتى؟ المفروض ابتديتي يعني هاير سوبر ماما ده كان سنه كام تقريبا؟ بصي احنا ابتدينا من 5 سنين. احنا حصل لنا زي بنسميها بري وبوست كورونا. كان في تحول في الشركه ما بين قبل وبعد. قبل كورونا احنا كنا هاير سوبر ماما كنا بنتكلم مع الشركات وبننزل وبنتكلم عن الانيشيتيف دي، وكان الماركت بيهاجم الفكره. والشركات كنت بسألك ده كان امتى؟ الشركات كانت ضد الفكره جدا، والعكس كل ما حد نحاول نتكلم معاه يرفض الفكره وياخدها اكنها تشاريتي كيس كده، اللي هو حاجه حتى لو هنساعدك لله وللوطن. وبعد كده وكنا وقتها بنقعد نتكلم ان هو ده المستقبل، وان بلاد بره ماشيين في الاتجاه ده، وهيحصل طفره الفتره اللي جايه ان الشغل هيبقى من البيت، وده بيوفر كوست كبيره على الشركات وليه مميزاته كتيره جدا. بعد بقى في خلال فتره الكورونا وبعد الكورونا الطفره دي حصلت بالغصب على كل الشركات من اكبر شركه لاصغر شركه. والناس ابتدت تشوف ايه ده، هو ده اكشلي فيه مميزات، ده انا بوفر، ده انا بجيب ناس عندها خبره جامده قوي بباكجز اقل عشان بياخدوا عدد ساعات اقل. ايه ده انا ممكن يعني الشخص اعينه باكشلي بخبرته مش بعدد ساعات العمل. فابتدى الفكر اللي احنا كنا بنقوله بقى ان الناس اكشلي مش متقبلين، هم بيسابورتوا الفكره دي وبيشجع يعني بيزقوها وشايفين ان هي دي المستقبل. فمن ان احنا كنا بنتهاجم جدا والناس مش متقبله اللي احنا بنقوله، لمره واحده الناس شايفينها ايه ده، دي فكره عبقريه وحلوه قوي. هو ده اللي ابتدى يحصل فعلا، يعني خلاص ابتدوا غصب عنهم زي ما انت قلتي انه هو ده الاتجاه. الشركات اكبر الشركات بقت هو ده الاتجاه اللي هي رايحه ليه. طيب
فانت قررتي ان انت تقدمي ايه السيدات عامه او البنات؟ ايه اللي قررتي ان انت تقدميه لهم من خلال كاريرها؟ بصي احنا بنعمل 3 حاجات. اول حاجه ان احنا بنساعد الستات ان هي تلاقي فرص عمل مرنه. يعني ايه فرص عمل مرنه؟ ان ممكن تبقى شغلانه فول تايم، دوام كامل، بس مرنه. يعني ايه؟ ممكن مثلا تبقي انت بتشتغلي من البيت ريموت وفي نفس الوقت فول تايم، يعني شغاله شغل تقيل ومش حاجه خفيفه خالص، بس كلها من البيت. ممكن يبقى عندك بارت تايم، يبقى مثلا 3 ايام في الاسبوع او عدد ساعات معينه. ممكن يبقى في شركه يبقى هايبرد، 3 ايام مثلا من الشركه ويومين من البيت. بس ده من خلال ايه؟ من خلال مثلا زي ريكروتمنت ايجنسي يعني، ولا بيكون بوست زي ما بنشوف البوست على فيسبوك ان حد محتاج وظيفه؟ بتكون ازاي؟ بصي ده من خلال الويب سايت بتاعنا careerha.com. ده الويب سايت ده الشركات بتقدر تدخل بتقدم عليه الشغل بتاعها، وفي نفس الوقت الستات بتدخل بتقدم على الشغل المتاح. فهو ده من خلال الويب سايت بطريقه سهله جدا ان هم يقدروا يلاقوا الشغل ده بسهوله. فده اول حاجه. تاني حاجه احنا بنقدم اب سكيلينج تريننجز، تدريبات للستات. ان احنا لما نزلنا الماركت لقينا ان في نقص وفجوه في حته ان الستات عايزه تشتغل وعايزه كمان تروح في الشغل اللي مطلوب في المستقبل زي التكنولوجي والفينتك والداتا اناليسيز، الحاجات دي، بس مش مؤهله للشغل ده. فلقينا ان في نقص جامد قوي، فان الستات محتاجه تتاهل. فاحنا بنعمل تدريبات وبرامج ان احنا نعرف ناهلهم وبعد كده نعينهم في الشغل اللي مناسب للتدريبات اللي هم اخدوها. فاحنا بنساعدهم ان هم كمان يتدربوا عشان يعرفوا يلاقوا الشغل اسهل. ثالث حاجه بقى بنعملها الكوميونتي ايفنتس. عندنا ايفنتس بتبقى اون جراوند زي كاريرها سامت وكاريرها جوب فير. دول بنبقى بقى من خلال بانلز وتوكس وورك شوبس وكده، بنساعدهم ان هم يشوفوا ناس ناجحه ويعرفوا يتعرفوا على الناس دي ويعملوا نتوركينج وكوميونتي، ويقدروا دايركتلي يتعاملوا مع ناس اوريدي عندها خبره وسابقين في حته هم نفسهم ينجحوا فيها ويعرفوا يكبروا فيها. طيب والكورسز الاب سكيلينج كورسز دي بتتقدم ازاي؟ فور فري بتتقدم؟ بيدفعوا فيها مصاريف او فلوس ازاي؟ عشان برضه اللي حابب يقدم يبقى عارف. في حاجات بتبقى فاندد بتبقى فور فري، وفي حاجات بتبقى بفلوس، واحنا برضو بنوفر طرق دفع مختلفه وبنعمل تقسيط مع فاليو. ان لو حد حاسس مثلا ان هو عايز يقسط الكورس ده بيبقى برضو متاح. فبيبقى الموضوع اسهل ان اي حد عايز ياخد فرصه يعرف ياخد فرصته، ما يبقاش في اي حاجه بتوقفه يعني. طيب هايل. خلال 5 سنين ممكن حد يقول برضو نحب نعرف، طيب ما دام هي حاجه يعني انت موجوده بقالها 5 سنين، قدمتوا ايه اللي حصل في ال5 سنين دول؟ بصي احنا الحمد لله في قصص نجاح كتيره قوي من ستات اشتغلت وستات اتدربت، وعندنا برضو ابتدينا ندخل في حته رياده الاعمال. ان لقينا ان برضو في حته الستات في ستات كتيره قوي عايزه تشتغل من البيت وعايزه يبقى ليها الحريه في ان هي تعمل شغلها، وعندها تالنت شاطره زي مثلا في الطبيخ وكده. فاحنا بنساعدهم برضو ان هم يعرفوا يدخلوا في الحته دي ويعرفوا يكبروا فيها ويطوروا من مهاراتهم. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعد الستات ان هي تعرف تمشي مع الترندنج اندستريز والحاجات اللي موجوده، بسبب ان في نقص برضو في حته ان الستات تبقى اوير اوف ايه المطلوب دلوقتي، وبسبب حته الكارير بريكس اللي الستات بيقعوا فيها، زي الستات اللي بيخلفوا وبيقعدوا. يعني انا مثلا لما جيت ارجع الشغل بعد قاعده في البيت سنه ونص مش رقم كتير يعني، مش رقم مرعب. انا رجعت كنت حاسه اني دماغي صدت، يعني مش عارفه اصلا اعمل حاجه على اكسل مثلا. طيب انت شايفه ايه اللي ممكن تقدميه اكتر في فكره، لو هنتكلم حتى في مبدا الومن امباورمنت، ايه اللي انت قادره او اللي انت حاسه انت محتاجه تقدميه اكتر؟ ايه اللي كاريرها ممكن يقدمه اكتر في الوقت اللي جاي؟ بصي احنا الفتره اللي جايه احنا اهم حاجه عندنا ان احنا عايزين نركز على الميل دوميننت اندستريز، زي مثلا التكنولوجي، زي الفينتك، زي الداتا اناليسيس، اللي هي يعني بمعنى اخر المهن او الصناعات اللي مسيطر عليها الرجال بشكل اكبر. بالظبط. ان في جاب كبير في الحته دي.
ان ودول من اكتر الاندستريز اللي مطلوبه، وفي نفس الوقت ممكن تتعمل من البيت، فيها حاجات تتعمل بالبيت، وفي نفس الوقت فلوسها حلوه برضو. فمن الحاجات اللي تنفع قوي ان الستات يعرفوا يخشوا فيها ويشتغلوا منها ريموت، بالذات حاجه زي التكنولوجي. فدي حاجه احنا شايفينها فرصه لايقه بالفكره اللي احنا بنقدمه، فكره الريموت جوبز، وان الناس تعرف تشتغل شغل فلكسبل، وفي نفس الوقت من الشغلانات بتنتهي، ان في حاجات كتيره قوي من شغلانات الستات بتنتهي. صح، بس ده لازم برضو صححي لي، يعني اعتقد ده محتاج كمان من السيدات او البنات ان هم يكون عندهم اصلا الدافع ده، ان هم نفسهم يبقوا عايزين مثلا يقدموا لكاريرها او يتعاملوا مع كاريرها على سبيل المثال او غيره، يعني عشان يقدروا ان هم يدخلوا كمان المجال ده او الصناعات دي زي ما انت بتقولي. صح؟ بصي الستات عندها الدافع ده موجود، وده احنا شوفناه من خلال كذا حاجه، من خلال الورك شوبس اللي بنقدمها لما بنيجي نعمل حاجه ريليتد للاندستريز دي، بنلاقي اللي فيه اقبال جامد قوي عليها، بس الفرص فيها قليله. فمش بتلاقي ان في الاخر لما بيتحط ست ولا راجل بيختاروا في الاخر الراجل في الاندستريز دي، عشان في زي ستيريوتايب معين ان لا مش هتقدر في الحته دي، هي مش هتقدر مثلا، رغم ان الحاجه اللي بتفرق بس ما بين الراجل والست القوه العضليه مش اكتر يعني. في رايي الشخصي وفي ستات يعني دلوقتي يعني ما شاء الله برضو اقوياء يعني. فدي حاجه احنا فارق معانا قوي نركز عليها، مش ان خلاص ان عشان الستات شاطرين في حاجه فاحنا هنطورهم في الحته دي، وفي مجال لحاجات كتيره قوي تانية هم لسه اصلا ما اكتشفوهاش وما شافوهاش. فاهمه قصدي؟ طيب بقى تاليا بنتك هتدخليها في الفيل ده ازاي؟ انت شايفاها ان انت تقدري تساعديها ازاي او هتأهليها من وهي صغيره ازاي؟ بصي ناتاليا الحمد لله هي ذكيه قوي ما شاء الله، الله اكبر. فدي حاجه بسطاني. فانا فعلا يعني انا بقول لو رجع بيا الزمن، انا متخرجه من بزنس، وطبعا زمان ما كانش تفكيرنا يعني لما كنت بشوف الناس اللي في التكنولوجي وكده بالنسبه لي يا عيني دول بجد بيتبهدلوا قوي. بس لو يرجع بيا الزمن وارجع الجامعه ديفنتلي كنت هخش حاجه ليها علاقه بالتك، عشان هو المستقبل، وما كنتش شايفه وقتها ان قد ايه ده المستقبل، ان حتى لو مش هشتغل فيه دايركتلي هو مأثر على كل حاجه طبعا في العالم. فديفنتلي اي ويل بوش هير ان هي من وهي صغيره تبتدي، يعني في حاجات اصلا للاطفال اصلا عن الكودينج والحاجات دي، بس تكبر بس شويه، لسه 6 سنين. فديفنتلي انا ناويه يعني اخليها تكتشف العالم ده من صغرها يعني. ربنا يخليها لك. وجاسي انا اتبسطت قوي الحقيقه بالتشات شات ده، ومبسوطه ان احنا بنساعد بعض، لانه دايما في مقوله كده بتتقال ان المراه هي عدو المراه الاول. فانا مبسوطه ان احنا اللي بنساعد بعض، مبسوطه ان احنا دايما اللي بنحاول نلاقي مع بعض فرص، مش بس فرص عمل او ان هي تشتغل، بس كمان كوميونتي زي ما انت قلتي، ان هي حتى اب سكيلينج كورسز تطور من نفسها حتى لو مش حابه تعمل حاجه، فدي في حد ذاتها مهمه. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا جاسي رضوان. ثانك يو والله، ومبسوطه قوي ان انا كنت معاكم النهارده. احنا انبسطنا اكتر بيكي. شكرا يا جاسي. ثانك يو.